اهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم من الاول للاخر. حكايتنا النهارده هتكون مختلفه، وبالتاكيد لازم نعرف الحكايه من الاول للاخر. انا معاكم مصطفى عبد الباقي، اهلا بكم. الحكومه المصريه بتفاجئ العالم كله بشراء اكبر كميه من الذهب، وده خلى العالم كله يتكلم عن الموضوع ده وازاي كانت مفاجاه كبيره للعالم. الموضوع ده تم في اول شهر مايو، الشهر اللي احنا فيه دلوقتي. خرج تقرير من مجلس الذهب العالمي بيقول ان البنك المركزي المصري اشترى 44 طن من الذهب، عشان تكون مصر اكبر مشتري للذهب في العالم في فترة ربيع 2022 اللي هي اول ربع 2022، واللي تم شراؤه في الفترة من شهر فبراير لشهر مارس. يعني نقدر نقول كده قبل ما تحصل الحرب الاوكرانية. الكمية الضخمة دي من الذهب غير عادية تماما، لأنه زيادة في وصول احتياطيات البنك المركزي من الذهب وصلت ل 52%، واللي وصلت حجم الذهب اللي تحت إيد البنك المركزي لحوالي 125 طن ذهب. السؤال هنا، ليه البنك المركزي ممكن يعمل حاجة زي كده؟ وليه دلوقتي؟ وهل ده ليه علاقة برفع الفيدرالي الأمريكي للفايدة نصف في المية؟ وهل دي ممكن تعتبر حركة لدعم الجنيه قصاد الدولار؟ الجنيه اللي كانت قيمته المفروض تقل بعد رفع الفيدرالي الامريكي للفايده، لان رفع الفايده بيعلي قيمه الطلب على الدولار في مقابل نزول قيمه كل العملات المحليه اللي منها الجنيه، اللي كان متوقع ان الجنيه يكسر حاجز ال20، ولكن ما حصلش، بل بالعكس الجنيه قيمته زادت من 18.50 الى 18.31، وده الشيء اللي محدش فاهمه لحد دلوقتي، مع انها نسبه مش كبيره وممكن تكون مؤقته. وده اللي يخلينا نتكلم اكتر عن القرار ده. مجلس الذهب العالمي طلع تقرير بخصوص مصر انها اشترت 44 طن ذهب في فبراير ومارس اللي فات، عشان تبقى هي اكبر مشتري في العالم للذهب في الفتره دي. الغريب هنا ان البنك المركزي ما اتكلمش عن الموضوع ده خالص، ولا كانه حصل. كده المعلومه دي غير مؤكده، ده بالنسبة للجانب المصري، ولكن التقرير ما وقفش عند هنا. التقرير بيقول إن مصر شغالة بشكل فعال جدا في زيادة الإنتاج المحلي من الذهب، وده من خلال منجم السكري اللي موجود في الصحراء الشرقية بالتحديد صحراء النوبة ومناجم تانية كتير. وده موجود من خلال الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل استخراج وتصنيع الذهب، زي مثلا التعديلات اللي اتنفذت في قانون الثورة المعدنية اللي فصلت ما بين نشاط البحث عن الذهب ونشاط الاستغلال نفسه، وده بهدف زيادة عمليات الاستكشاف وتغيير نظام اقتسام الإنتاج لنظام الضرائب اللي بتوصل حوالي 22.5%. كل الإجراءات دي تم اتخاذها في الفترة ما بين أوائل 2020 و 2021، وده كان هدفه الأساسي جذب الشركات والاستثمارات الكبيرة الموجودة في المجال ده. وده فعلا اللي حصل. بعد الإجراءات اللي حصلت دي كلها دخلت حوالي 11 شركة جديدة مجال التنقيب عن الذهب في مصر. 7 شركات أجنبية، 4 مصريين، ومن ضمنهم شركة تابعة للمهندس نجيب ساويرس، واللي مهتم جدا بقطاع التعدين في مصر من خلال شركته لامانشا، واللي تعتبر واحدة من أكبر اللاعبين في سوق التعدين الذهب. القطاع ده خلال كام سنة هتبقى أرباحه مرعبة فعلا. مثال على كده، في الفترة ما بين شهر 1 لشهر 9 2020، في الفترة دي سجلت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة نسبة توصل لصادرات 2.4 مليار دولار، ودي زيادة من معدل 76% بنفس السنة، أو من نفس السنة الموجودة في السنة اللي قبلها اللي هي 2019، واللي كانت حوالي 1.39 مليار دولار. القطاع ده حرفيا بيجيب ذهب، وده ضمن استراتيجية واخداها وزارة البترول والثروات المعدنية، إنها تخلي الجزء من الناتج المحلي المصري يوصل ل5%، وتكون مساهمة الثروات المعدنية في الدخل القومي المصري بتوصل ل5%. وده كله حصل تقريبا في 4 سنين، وده شيء غريب جدا. احنا لو رجعنا ل 2010 هنلاقي إن كل ده ما كانش موجود. مصر اللي فيها منجم السكري اللي بيعتبر واحد من أكبر 10 مناجم لإنتاج الذهب على مستوى العالم، والخام كمان، والخام اللي بيطلع منه خام نضيف
جدا وبنسبة كبيرة جدا بتوصل لحوالي 97 أو 98%، واللي احتياطياته بتوصل ل 15.5 مليون قنصة. كل ده ما كانش موجود. مصر في 2010 ما كانتش موضوع على خريطة استخراج الذهب والتعدين. وبالمناسبة وقية الذهب هنا بتعمل حوالي 119 جرام. متخيل الحجم عامل ازاي؟ في تقديرات بتقول في التقرير ده ان الذهب الموجود في منجم السكري لوحده بيعمل حوالي بالدولار 20 تريليون دولار. وده غير ان في مناجم تانية غير منجم السكري. عندك في منطقة البحر الأحمر ما بين سفاجة والقصير في موجود هناك منطقة اسمها مثلث الذهب. في المنطقة دي فيها حوالي أكتر من 90 موقع للذهب. في تفاصيل أكتر بس مش وقتها. نرجع لاحتياطي الذهب في مصر اللي وصل حاليا ل 125.3 طن، يعني يعمل بالدولار حوالي 7.6 مليار دولار. السؤال اللي بيطرح هنا دلوقتي، ازاي اشتروا كل ده بالارقام دي في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه؟ التقرير اللي طلع من المجلس الذهبي العالمي بيوضح ان في شهر مايو في صفقات حصلت بين شهر فبراير وشهر مارس، يعني قبل الصعود الجنوني اللي بيحصل لجرام الذهب دلوقتي. طب هو مين قال لهم انهم اشتروا الذهب بالدولار، او ان البنك المركزي طلع من عنده دولارات عشان يشتري الذهب في السوق؟ حسب التقرير والمصادر بتوضح ان احتمال كبير جدا البنك المركزي اشترى الكميه الكبيره دي من الذهب بالجنيه المصري. اشتراه منين؟ من منجم السكري. وركز معايا في النقطه الجايه، جزء كبير من الاحتياطي ده بيرجع للذهب المستخرج من المنجم السكري، وده حسب الاتفاقيه اللي تمت ما بين البنك المركزي وشركه سانتامين اللي ماسكه امتيازات منجم السكري، وده حسب اتفاقيه قامت بين الطرفين في 2017، واللي عليها بيشتري البنك المركزي شهريا بما يعادل 50 مليون جنيه دهب. كميه بتوصل لحوالي من 50 الى 95 كيلو من الذهب. وده معناه ان اجهزه الدوله بيجمع كميات كبيره من الذهب الخام او الكسر اللي موجود في مصر واللي متجه للتصدير، وبيشتريه بالعمله المحليه. وهنا بيحول العمله المحليه اللي هي الجنيه لعمله دوليه، لانه ما اشتراش الذهب من السوق الخارجي بالدولار، وهو اشتراه بالجنيه المصري. وكده ما اضطرش انه يصرف من الاحتياطي النقدي الاجنبي اللي موجود عنده اللي هم 37 مليار دولار، بل بالعكس الدوله هنا بتدعم الاحتياطي المالي ليها وتدعم العمله بالذهب، وهو وسيله لتامين نفسها وتامين عملتها. ده اثبت ان الدوله المصريه واداره البنك المركزي بتفهم جدا في الاقتصاد، وده بيتضح اكتر في ترتيب مصر من مخزون الذهب على مستوى العالم. مصر ترتيبها كان 41 على 100، دلوقتي بقى 33، ودي قفزه كبيره جدا وبتاخدنا لمراكز متقدمه على مستوى العالم كله. لسه هنشوف ايه اللي جاي في اجتماعات البنك المركزي والاجتماعات اللي هتتم في البورصه المصريه لمناقشه الاحوال الاقتصاديه الحاليه، بس كل ده هيخلينا ان احنا ندعم بلدنا واداره الدوله المصريه. شكرا لكم، كنتم مع مصطفى عبد الباقي من الاول للاخر.